معالي سيد ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية. تفضل سيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يطيب لي أن أتوجه إليكم اليوم والمملكة المغربية تترأس مجلس حقوق الإنسان لأول مرة في تاريخها، حيث شكل انتخاب المملكة على رأس هذا الجهاز الأممي الهام اعترافا دوليا بالتزام المغرب الراسخ وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فبفضل الرؤية الملكية المتبصرة قطع المغرب أشواطا مهمة لإرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان عبر تنزيل العديد من الأوراش والإصلاحات والمبادرات النوعية. فالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة التي يخلد المغرب ذكراها العشرين هذه السنة تعتبر نموذجا يحتذى به على المستوى الدولي، كما أن ورشة تعديل مدونة الأسرة يعد محطة فارقة في مسار ترسيخ القيم الدستورية الأساسية المتعلقة بالتمكين الكامل للمرأة وإرساء المساواة وضمان حقوق الطفل ومصلحة الأسرة، في حين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتعميم الحماية الاجتماعية كلها أوراش ملكية تضع المواطن المغربي في صلب توجهات برامج التنمية المستدامة. وانطلاقا من المكتسبات التي حققها على المستوى الوطني ووفقا لالتزاماته الدولية، ستنخرط الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بنفس المبادئ والقيم التي عرفت بها الدبلوماسية المغربية بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها المصداقية في العمل والدينامية في الأداء والابتكار في الأساليب والسعي إلى التوافقات البناءة لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إحداث هذه الهيئة الموقرة. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، تنعقد الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في سياق دولي معقد يطرح تحديات عصيبة أهم تجلياتها الاستقطاب الحاد الذي يقوض دعائم التوافق العالمي الكفيل بتعزيز حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، وتراجع المكتسبات التي حققها المنتظم الدولي في قضايا جوهرية كالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكانة المرأة وحقوق الطفل ووضعية المهاجرين واللاجئين، إضافة إلى تصاعد خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر. إن هذا السياق الصعب بقدر ما يسائل مصداقية النظام المتعدد الأطراف، بقدر ما يبرهن عن مدى وجاهة قرار إحداث هذا المجلس الذي يقف اليوم بعد 18 سنة على إنشائه في مفترق الطرق. فمن جهة مجلس حقوق الإنسان يتوفر على نقاط قوة مهمة من خلال مساهمته كمنتدى محوري للحوار وتدارس قضايا حقوق الإنسان، ودوره المركزي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها عبر العالم، ومواكبته للدول في مسارها الوطني لترسيخ القيم الكونية الإنسانية المنشودة. بالمقابل، رغم الإنجازات المتميزة التي حققها المجلس منذ إنشائه، فهو يواجه تحديات تعيق مسيرته. فمجلس حقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه بهدف الحد من التسييس والانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين، يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان. فكيف لمؤسسة ينبغي أن يستند عملها على مبادئ التعاون والحوار وأكثر من ثلث قراراتها تعتمد بالتصويت
ألم يكن المجلس خلال سنواته الأولى مثالا للإجماع والتوافق، حيث وصلت أحيانا درجة التوافق على قراراته إلى أكثر من 85%؟ وكيف لمؤسسة ملزمة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان وفق مبادئ العالمية والموضوعية واللانتقائية ولم يعقد المجلس سوى دورتين استثنائيتين ذات طبيعة موضوعاتية، مقابل 34 دورة استثنائية خصصت لحالات حقوق الإنسان في دول أو مناطق معينة، أي بمعدل 95% من الدورات الاستثنائية؟ وكيف لمؤسسة تشمل ولايتها أحد الركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي لا تتوفر على الموارد اللازمة لكي تطلع بمهامها وتحقق أهدافها؟ من هذا المنطلق ستعمل المملكة المغربية من خلال رئاستها هذه السنة لمجلس حقوق الإنسان على إطلاق مجموعة من المبادرات، ومن ضمنها أولا الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع توافقي يتم اختياره بالتشاور مع كل الأطراف. ثانيا احتضان المغرب لخلوة للمجلس لتقييم فعاليته ورسم توصيات عملية كمساهمة في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان المرتقبة خلال سنة 2026. ثالثا إطلاق مبادرة مع مجموعة من الشركاء حول المرأة في العمل الدبلوماسي وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان. كما أغتنم هذه المناسبة لأؤكد دعم المملكة المغربية لمفوض السامي لحقوق الإنسان لإنجاح مبادراته ذات الأولوية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يعيش قطاع غزة أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية حقيقية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها، وهذا ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل وتعبئة كل الجهود لوضع حد لهذه الوضعية، ولن يتم ذلك إلا بالوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، ولن يتم ذلك إلا بضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم والوقف عن القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة. لن يتم ذلك إلا بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ولن يتم ذلك إلا بحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن مسار النهوض بحقوق الإنسان يتطلب إرادة صادقة وانخراطا جماعيا تضامنيا ومنظومة مترابطة، وهي المقاربة التي سيواصل المغرب العمل وفقها في سعيه للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق التكامل بين أبعاد الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وشكرا على كريم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر معاليكم على مداخلتكم القيمة. And now I give the floor to His Excellency Mr. أعطي الآن